بما ان الفيديو ده طلع لك يبقى انت مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمود عبد الباسط جاي اكلمك عن احدث مشروعات شركه اب وايد في القاهره الجديده. اب وايد ديفلوبمنت خبرتها اكتر من 35 سنه في السوق العقاري المصري، بالشراكه مع اكبر شركات الانشاءات زي دار البناء العربي والنخبه، باقوى سابقه اعمال انشائيه داخل مصر والوطن العربي، زي مطار الملك فهد في الدمام، اوتيل شتايجنبرج دبي، وسويس ان الغردقه، ومزارع دينا. بعد ما نجحت اب وايد في طرح 3 مشروعات في القاهره الجديده زي جرانوي وايجوال واي بزنس هاب، النهارده بتقدم لنا اب وايد مشروعها الاحدث في القاهره الجديده، بارك في مول في منطقه الجولدن سكوير اللي بتضم اكبر المطورين العقاريين زي سودك واعمار ماونتن فيو هايد بارك. بارك في مول بيتميز باكبر واجهه 300 متر على شارع النوادي وميدان محمد بن زايد، ده غير انه قريب من كل حته لان على بعد دقايق من الجامعه الامريكيه وطريق السويس و10 دقايق من طريق السخنه وداون تاون مول. مشروعنا على مساحه 19000 متر من تصميم اقوى الاستشاريين في مصر باشمهندس رائف فهمي اللي بيقدم لنا بارك في مول بفكر مختلف، صاحب اكبر سابقه اعمال في مصر من اهمهم ووتر واي نيو كايرو واركان بلازا زايد. بارك في مول من الفرص الاستثماريه الحلوه جدا سواء اداري او طبي او تجاري، لان بيتوفر فيها معايير نجاح اي مشروع اللي هي اللوكيشن والديزاين، ده غير ان بيقدم لنا اكتر من تايب ما بين ستاند الون اوفيسز بمساحات 1500 متر ومكاتب وعيادات تجميليه بمساحات تبدا من 50 متر ومحلات تجاريه بمساحات تبدا من 60 متر وانظمه سداد بمقدمات تبدا من 10% وتسهيلات توصل ل7 سنين.